ما ينفعش يكون معايا ماريا اسامه وسعد سمير وما اسالهمش بقى اتفرجوا على مين في رمضان. بص مش هنخاف نقول جعفر بص. لا انا هقول لك الحقيقه، انا دي عاده عندي يعني من قبل ما ادخل حتى دراما وكده، ان انا بستنى بعد رمضان وبختار الحاجات اللي هتفرج عليها. اخترت مين يا ماريا؟ بلاش الاسئله دي. بص انا كده كده الصفاره الصفاره طبعا، الصفاره طبعا. سعد بيه، انت شايف السينما وشايف الدراما بشكل عام بتاثر في الناس ازاي؟ هي اللي بتحرك الناس اصلا يعني. زي تحت الوصايه السنه دي كان غير ده بقى الفن الهادف، غير قانون الوصايه في مصر. زائد كمان المهرجان هنا عمل خطوه جديده انه بقى عالمي وفي افلام جايه من بره، وده شيء مشرف جدا. وموضوع الجوائز هيخلي الناس تتحفز انها الجوائز الماديه، ومش عايزين نتكلم اكتر من كده. الماديه بالظبط. امتى هنشوف سعد سمير وماريا اسامه في بطوله مع بعض؟ يعني الصراحه ما فيش منتج شكر فيا عشان كنت اشكر فيك. مفيش منتج هيتحمل اجرنا. ايوه. برضه خليني اسالك يا سعد سؤال برضه في غايه الاهميه، مين نجمك المفضل او يعني قدوتك بقى ان شاء الله توصل له باذن الله؟ الاستاذ كريم عبد العزيز. يعني يعني انسانيا قبل فنيا بجد. الراجل ده نظيف بطريقه وابيض وسالك بطريقه يعني انت ما شفتوش على الكاميرا. سعد سمير سالك ولا سالك؟ سالك سالك، خلينا نقول كده عشان الكاميرا سالك. مين صاحب الفضل على ماريا اسامه؟ ربنا، بعد ربنا احمد جمال. ده كده اهلي ودعمهم ليا، وطبعا كله عارف انه برنامج الدون كان وش السعد علينا، وكل حد بعديها وقف معانا في خطوات، واساتذتنا ودكاتره المعهد، كل حد علمني حاجه وامن بيا، ده ليه فضل عليا. سعد بيه، احلى كومنت جالك من ساعه ما بدات تشتغل او تدخل المجال؟ من بنت. انا قلت له بدلتك حلوه النهارده. احلى كومنت من بنت. تقصد ايه؟ يعني لا يعني من بنت ولا استاذ حد في لا بنت. لا والله بنت. لا والله كله بيقول لي انت يعني شكلك يعني بيقولوا كلام كتير يعني. مكسوف. وشك احمر. يعني وانا كاركتر. ما توتروش. مهرجان الفيلم ارت، ايه رايك في المهرجان بشكل عام؟ انا شايفاها خطوه مهمه جدا جدا، خصوصا مش بس للطلبه، للناس الهواه كمان. فكره ان انت تعمل حاجه انت نفسك فيها من غير امكانيات كبيره، ومش بس ان انت هتنزلها دلوقتي. السوشيال ميديا هي اللي مسيطره، فالناس بتنزل على السوشيال ميديا افلامها وكده. لا، انت في مهرجان وبيتحكم عليك ناس خبره في المجال. فدي خطوه مهمه جدا ان انت حتى تثق في نفسك ان انت بعد كده تدخل المجال او لا. اوجه الشكر للناس كلها اللي قائمين على المهرجان كله، على راسهم يعني دكتور نبيله حسن ودكتور غدا جباره. شكرا على المجهود ده يعني. الحاجات كلها يعني كله بأم عيوننا يعني، الموضوع باين قدامنا مش كلام.